هنشوف الخبر اللي بعده. نجم المنتخب السوري قال سنواجه منتخب المغرب. تتعدى مناوشات كبيرة في برنامج المجلس. تبرع امشي. مدرب منتخب سوريا يشعل الأجواء قبل تبرع امشي. الله عليك يا سعد، الله عليك يا إلياس، الله عليك يا تونس. العبها ليتها اكتملت. حنا بعد متعهم كرة ملعوبة عادي على الجهة اليسرى. يا سلام سواها، تقدم وحاول. السلام عليكم شباب، كيف الحال؟ ان شاء الله تكونوا بخير. معنا برشا اخبار المره هذه وحظ سعيد للمنتخب الوطني التونسي. ابارامون فهمتني سامي طرابلسي باش يعلن اليوم ان شاء الله على التشكيله، وباش نعطيكم انا اقرب قائمه اللي الجوارات اللي باش يلعبوا في الكوب دافريك ان شاء الله. يا ربي ان شاء الله المره هذه نسلكوها. برجوا لي انا واحد من الناس هذه الكوباراب تعرف شنو خرجت لي من خشمي، وراني تعرف شنو فرديت وكرزت، وكل مره نهبط فهمتني كل المصيبه. وكما قال فما واحد كتب في التعليقات وكل مره احنا فهمتني نتويو في الصفحات لين واحد فهمتني فد والروح نتاعو طلعت. ربي يهديهم الجوارات اللي لعبوا في الكوبارا. باهي خلينا نوريكم بالطبيعه العباد شنو تحكي والاعلام التونسي شنو يحكي، وسامي طرابلسي شنو اللي يدور في مخه. يا ستار تستر منه ولا يا ستار تستر شنو اللي يدور في مخه. وهكا حتى باش نشوفوا شويه مفاجآت. ما فماش هكا تعمل هكا، اعمل ضربه كي ضربه البصمه نتاعك تعمل ضربه فهمتي، عيط الجوار كي فهمتي هكا تقنطر فيه مثالش انت باش تاكل السب لعلك الجوار هذاك فهمتي كيما مثلا خليل العياري، علاش ما تعيطلوش؟ باهي خلينا نشوفوا بالطبيعه الاخبار. ما تنساوش يا شباب صفحه علولو كوره، صفحه في الفيسبوك. كما قلت لكم راهو ماتشوات جايين في الكوب دافريك باش نعمل فهمتي مسابقه تتكهنوا بنتيجه المباراه. الرابح نبعث له فلوس على الاودي سات من الحساب البنكي في الامارات. ما نعرفش عاد كان الحكايه بتصير يوصلوا الفلوس ما يوصلوش الله اعلم. نستناو الكوب دافريك ان شاء الله، والاعلان على الفاس باش يكون في صفحه علولو كوره. ادخلوا اشتركوا في علولو كوره في الفيسبوك. باهي خلينا نشوفوا بالطبيعه الخبر الاول. يا سيدي بن سيدي، يسافر المنتخب الوطني التونسي مساء يوم الجمعه نهار 19 ديسمبر فبدي مشيو بطياره خاصه. ايوا اعطيهم قيمه وقدر يهديكم ربي، طياره خاصه والرحله ب 90 دراهم. الرحله من مطار تبرقه 20 دراهم في اتجاه الرباط للمشاركه في نهائيات كاس افريقيا. ومنتظر ان يعلن الناخب الوطني عن القائمه النهائيه اليوم باش يعلنها الخميس 11 ديسمبر خلال ندوه صحفيه تعقد على الساعه 12 معناها بتوقيت الامارات. ماضي 3 معناها ماضي 3 انا في الخدمه ما نجمش نعمل فيديو حاسب. باهي وحسب مجريات كأس العربية نتوقع أن تضم القائمة كل من شاركوا في لقاء البرازيل كأساسيين مع إمكانية تواجد أسماء أخرى. هاي باهي هذه على الأقل حاجة تفرح. باهي هاك الجولات اللي لعبوا كل مع البرازيل باش يهبطوا هذوك باش يكونوا أساسيين ما فيهمش كلام. لو كان حب لك ربي عاد تبدل واحد منهم. باهي أما شنو ما تنساوش إنه ياسين مرياح لعب. هاي ومالا تفرحكمش برشا الكلمة ذي فهمت. باهي خلينا نشوف الخبر اللي بعده. يا سيدي حسب الاصداء المتداول هذه كانت القائمه الموسعه 55 لاعب ببوكلب. وهو يوم 21 نوفمبر هو اخر موعد لارسال القائمات الموسعه لكاس افريقيا. 7 حراس مرمى، 20 مدافع، 14 متوسط ميدان و14 مهاجم. حسيبوا القائمه هاي قدامكم فهمتني. وستار تستر انا اللي نحب نحيهم. باه اللي نحب نحياهم هي في حراسه المرمى ايمن دحمان واسمه بشير بن سعيد وسليم بوعسكر. هذوما ثلاثه يكونوا موجودين، البقيه سامحوني للبرا. في المدافعين ياسين مرياح يتنحى. شكون اخر؟ بن حميده كيف يتنحى. طالبي موجود، علي العابدي، ادم عروس، انيس دوبال، ديلان برون، مرتضى بن وناس، مروان صحراوي كيف يتنحى. عمر النصراوي يتنحى. ديلان برون، مرتضى بن وناس، علاء غرام، محمد بن علي، محمد عزيز النفادي، امين شارني، اسامه الحدادي يتنحى. علي معلول يتنحى. علاء غرام يقعد، ومحمود غربال نعرفش عليه يقعد ولا اموره. المهم متوسط الميدان عندك شكون في الوسط؟ فرجاني ساسي هكاك برا. باه الياس صغير هذاك الباترون بالطبيعه فهمتني. محمد علي بن رمضان خويا اوت. لا والله تحكي لي حتى حكايه مش كي وليد حصان اخر ماتش نتاع قطر وليد فهمتني معلم. لا 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 خويا تو تصور انت محمد علي بن رمضان باش يقدم الاضافه في الماتش الاول. ينجم يقدم الاضافه، ينجم يعاونهم. ايش عنده شي يعمل؟ تراه محمد علي بن رمضان في الكوب دافريكا هذه في الماتش الاول. تصوروا محمد، تفكروا الاسم برك محمد علي بن رمضان شو باش يعمل في التيران.
باش يكور كيما كور مع قطر كونتر قطر مستحيل. حاسين والمهاجمين هاو سيف الجزيري كيف عاود شكون اخر يمكن عصام الجبالي يمكن عصام الجبالي. حاسين هاي التشكيله 55 جوار فهمتني. ان شاء الله خويا انا المطلوب مني ما تاخذوش على كلامي ما عندي بلا نزيد لا نقص فهمتني ولا ما نفهمش في الكوره سافا هكا. اما خويا يا سي سامي طرابلسي اختار اللي يربحك. الله يرحم والديك راك باش تاكل السب اختار اللي يربحك. راهو جمهور راهو ولا عنده كلمته تنجم تقول حتى اكثر من الاعلام. سايب عليك ماك البلاتوات وماك المارك ذوك ما عندهم ما يفيدوك. يهديك ربي الله يصلح رايك. اختار اللي يربحك اهو. خلينا نشوف الخبر اللي بعده. ايوا تواجدهم معا في نفس التشكيله مهما كان اسم المنتخب يعني ان الفريق منافس لن يستطيع التسجيل بسهوله ولتسجيل هدف سيكون عليه بذل مجهود مضاعف عن المعتاد. هكذا سيكون دفاع المنتخب التونسي في كأس افريقيا المغرب 2025 كلهم ما عدا فاليري في كأس العالم شاركوا امام الدنمارك فرنسا والبرازيل. امام فرنسا انتهت 0-1 لتونس. امام الدنمارك انتهت بالتعادل وامام البرازيل 1-1 ومن ضربه جزاء للبرازيل. الكلام هذا مانيش قاعد نقول فهمتني اخوتي التوانسه لا لك العريبه لك المارك ذوكم عرفتهم هاي هذاكم هاي سوريا وفلسطين والاردن وهذوكم كل مع بعض فهمتني. اقراوها مليح خاطر قاعدين يتبعوا فيا راهو وحتى في الخدمه وكي يتبعوا في الشان تاعي فهمتني ويجيو انت حكيت علينا واش بيك تحكي علينا هكا ودرسون نطفيه هنا نبعثوا شيء. خلينا نشوف الخبر اللي بعده. ايوا هذه في الارجنتين عام 78 اتفرجوا في التصويره هذه يا سيدي. تونس تربح المكسيك اول فوز مونديالي في تاريخ العرب باهي ولا مش باهي ولا وتتعادل مع المانيا بطل العالم. وقتها بابا الحكم في سوريا مازال يزفر بيديه يا ابو قلب باهي. الحكم وقتها في سوريا في الوقت اللي تونس ربحت المكسيك الحكم ما عندوش زفاره يدخل زوج صوابعه في كشخته كيف في جلغته ويعوج هكا لسانه ويزفر بيديه باهي. خلينا نتعدوا الخبر اللي بعده. الناس اللي تلعب كل روح رياضيه منتخب الاردن يحترم مثال تتعدى. الخبر اللي بعده صحيفه اونس مونديال الشهيره تتوقع فوز تونس افريقيا نسخه المغرب 2025. الصحيفه الشهيره تضع تونس في صداره المنتخبات المرشحه للفوز او بداوا يوحلوا معانا بداوا. هاي صحيفه اونس مونديال برا بدايتي صحيفه اونس مونديال برا اكتبي على المغرب اكتبي على نعرفش انا اكتبي على المنتخبات الاخرين برا بعدها اطلع من المخاخنه يديك رب. نشوف الخبر اللي بعده. ايوا بالله بجاه ربي نحب فهمتني نخرج معناها على الكوره شويه. امريتو السيد هذا برشا ناس تسب فيه اما نعطيكم رايي انا السيد هذا راهو يعجبني خدمته كيفاش يخدم يعجبني برجلي يعجبك فيه هو ياكل في السب من عنده 12 مليون تونسي. انا السيد هذا يعجبني كلمته يقولها ما يهموش وليت كي تتفزوا وتنبزوا كل شيء والله العظيم ما تحرك له حتى شعره. وذاك هو القوي في الاعلام اللي ما يتغشش فيسع قولوا عليه رخيص قولوا عليه ما عندوش كرامه قولوا عليه باش تقولوا. اما السيد هذا بالرسمي يعتبر من اقوى الصحفيين في تونس. تحكي لي حتى حكايه نعطيكم الاخر سكروا القوس كاو سيدي ديلان محمود برون. صدقوني في بالكم برون اول مره نسمع به اللي هو اسمه محمود ديلان برون ديما ديلان برون ومحمود نحاوه يا ابو قلب والله صدقوني اول مره نسمع به اللي هو اسمه محمود ديلان محمود برون. يواصل عروضه القويه مع فريقه في الدوري السويسري. يبدو ان مكان برون في التشكيله الاساسيه للمنتخب التونسي في كاس افريقيا اصبح غير قابل للنقاش. اصبح غير قابل للنقاش يا مرياحه ولا مش باهي. اصبح غير قابل للنقاش. يا سي سامي طرابلسي الله يرحم والديك ما تنحيوش هو ودخل برياح ندخل في وجهي بالكف والبنيه اللي تحمر السماء. خلينا نشوف الخبر اللي بعده. نفس الشيء صحيفه اونس مونديال شهيره توقع فوز تونس افريقيا نسخه المغرب 2025. بداوا يوحلوا في وحلان وجوارات كي تسمع هكا راهو فهمتني ساقيها ترفع الفوق من التيران ما تركزش ساقيها لا الفوق ستر تستر. خلينا نشوف الخبر اللي بعده. قبل اعلان قائمه المنتخب بالمشاركه في كأس المغرب اهم سؤال يدور في بال الجماهير اليوم شنو هو الثنائي اللي يستحق ياخذ مكان في الاروقه الهجوميه بخلاف الثلاثي الاساسي سعد عاشوري وتونكتي خصوصا مع اصابه نعيم سليتي وسيف الله لطيف والغموض الكبير حول جاهزيتهما. وكالعاده ما نستغربوش كان نلقاو عمر العيوني وجماعته في هي والله صحيح عادش بيه عيط لك العيوني لو هيك جوار هيك العيوني بتاع كوب دافريك. خلينا نشوف الخبر اللي بعده. مناوشات كبيره في برنامج المجلس برا امشي
نتعداو الاخبار اللي بعده. نفاذ تذاكر المنتخب في افريقيا، مش نورمال واحده للفينال. هاو التذاكر كله فات، وبارامون الجماهير التونسيه باش تكون حاضره، وان شاء الله بالتوفيق المنتخب الوطني التونسي. ان شاء الله خويا يعملوا حاجه، خويا رانا توحشنا، يهديكم ربي. رانا من 2004 رانا من 2004 فهمتني، ريحه الانتصار ما ذقناهاش يا بوكل. جاه ربي هكا قدمونا مفاجاه. هاو الطقس باهي، قبل كنتوا تشكيوا من الطقس ورطوبه وكذا واجواء نتاع افريقيا وكذا وفهمتني. هاو تو خويا في المغرب تيرانات منظمه كذا فهمتني، طقس باهي، طقس كيما تونس فهمتني. ان شاء الله خويا قدموا اداء باهي ان شاء الله يا ربي. وانا ما نعرفش علاش قلبي قايل لي انه تونس باش تعمل حاجه ان شاء الله في الكوب دافريكا ذي. باهي هنشوفوا الخبر اللي بعده. نجم المنتخب السوري قال سنواجه منتخب المغرب. تتعدى هنشوفوا الخبر اللي بعده. رفضت الجامعه التونسيه طلب رسمي من نادي شيفيلد وبنزادي من اجل بقاء بريان فاليري مع الفريق الانجليزي حتى لقاء ديربي كاونتي يوم 15 ديسمبر. برا صلوا على النبي، صلوا على النبي. سايبوا الراجل خليه يجي يلعب تونس، ناقصين نحكي احنا شادين في كحه، تزيد تكملوا علينا هكا. هو هيك الجامعه التونسيه فهمتي طلب رسمي من نادي. لا رفضت الجامعه التونسيه جاي مع الجامعه التونسيه حتى انت. هو باه هنشوفوا الخبر اللي بعده. 9 ديسمبر 2014 ايمن عبد النور اخر لاعب تونسي سجل في مجموعات دوري ابطال اوروبا. 10 ديسمبر 2025 الياس العاشوري هداف في مجموعات دوري ابطال اوروبا ضد فياريال. خويا عندنا برشا ما ريناكش يا الياس العاشوري، والله توحشناك الدريبلوات نتاعك فهمتني، وكل ما تلعب معانا فهمتني ما نعرفش شنو اللي يصير لك فهمتني. ان شاء الله خويا سامي طرابلسي يعرف كيفاش يوظفه، خاصه يحط الجوارات المناسبه اللي يبداو بحذاه، هذوك هما اللي باش يعاونوه، راهو عنده في ساقيه، راهو ما اختار بتفادليك. ان شاء الله خويا سامي طرابلسي يعرف كيفاش يوظفه. كاو خلينا نشوفوا الخبر اللي بعده. مدرب منتخب سوريا يشعل الاجواء قبل التبرع امشي. هنشوفوا الخبر اللي بعده. من المهاجم الاجدر والاكثر جاهزيه لقياده هجوم المنتخب التونسي في كاس افريقيا بعد اقل من اسبوعين. حازم مستوري، فراس شواط، عصام الجبالي، سيف الدين جزيري، ريان اللومي، لؤي بن فرحات، اشرف الجبري. ابو قلب انا برجوليه السنين هذاك شواط والمستوري، شواط المستوري هذوك بصوص فهمتني البونتات اللي عندنا ويبدلوا على بعضهم كاو ما نفهم حتى شيء. خلينا نشوفوا الخبر اللي بعده. برنامج استعداد المنتخب الوطني التونسي. يعلن الناخب الوطني التونسي اليوم باش يعلن تاريخ 11 ديسمبر مع نص النهار في مقر الجامعه التونسيه لكره القدم. التربص التحضيري يبدا من 12 ل 19 ديسمبر 2025. المباراة الودية باش يخوضها في منتخب بوتسوانا بدون تغطية إعلامية ولهم يحزنون. قالت لنا الغرزة غادي الله أعلم شو قدموا ربحوا وخسروا الله أعلم. وبعد تاريخ 19 ديسمبر السفر إلى الرباط. يسافر المنتخب الوطني يوم 19 ديسمبر 2025 مساء عبر رحلة خاصة تنطلق من مطار ورقة عين دراهم في اتجاه الرباط. ان شاء الله بالتوفيق المنتخب الوطني التونسي. وما نعرفش علاش انا عندي احساس قلبي كاين لي انه تونس باش تعمل حاجه في الكوب دافريكا زي ان شاء الله يا رب. نشوفكم ان شاء الله في فيديوهات الجاي. اللايك والاشتراك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.